شعري بدأ يطقطق أبيض من 5 سنين، بس اكتشفت إن مش أنا بس اللي بيحصل لي كده. شعري ابتدى يبيض من أكتر من 12 سنة. بدأ شيء بيطلع لي بعمر 23 سنة، حاليا بدأ يطلع لي باللحية. قبل ما نبدأ نحكم على بعض بالشكل والسن والشعر، خلينا نعرف أكتر ليه بيظهر الشعر الأبيض بدري عن أوانه. وأنا قاعدة في يوم من الأيام بستعد للتصوير، لا بيا ولا عليا قفشتها شعرة بيضة، وعلى طول نطت كل الجمل اللي تتخيلوها أو لا تتخيلوها في راسي. أنا كبرت، عجزت، امتى التجاعيد هتطلع في وشي؟ بغض النظر إني فخورة جدا بالشعر الأبيض اللي في أوقات كتير إحنا بنقول إنه بيعكس وقار وهيبة. أول شعرية بيضة طلعت لي استغربت شوية وفكرت إن أنا أقصها، لكن بعدين ما قصيتهاش، كملت في حياتي عادي وهي متألقة في وسط شعري. بس ظهور الشعر الأبيض في راسنا أوقات بيخلينا نحس بمشاعر مختلفة. مرات أشوف نفسي بالمراية وألاحظ تفاصيل زادت على وجهي، وأقول مع نفسي أنا شو وقت كبرت. وبعدين لما بدأت ألاقي شباب كتير حواليا في العشرينات وأوائل الثلاثينات كمان شعرهم أبيض، قلت لا، الموضوع محتاج بحث. في الطبيعي لون الشعر بيعتمد على الخلايا الملونة في الجسم اللي بتفرز مادة اسمها الميلانين، وكل ما بيكون إفرازها بشكل طبيعي بيفضل الشعر يحتفظ بلونه أطول فترة ممكنة. ومع التقدم في السن اللي هو تقريبا في أوائل الأربعينات بيبدأ تدريجيا يقل إفراز مادة الميلانين، وعشان كده بيبدأ يظهر الشعر الأبيض. لكن اللي بيحصل لي وبيحصل لشباب كتير منكم هو حاجة اسمها الشيب المبكر. الشيب المبكر هو ان احنا نبدأ نلاقي شعر ابيض بيظهر في راسنا من قبل ما نوصل للمرحلة العمرية دي، تقريبا بيبدأ من سن 9 سنين ل 39 سنة. والشيب المبكر بشكل كبير بيكون مؤقت نتيجة لعناصر اذا بطلناها نقدر بشكل كبير نسيطر على انتشار الشعر الابيض في راسنا. اول نقطة هي الإجهاد، الإرهاق، الضغط النفسي، وفي أوقات الصدمات والخوف الشديد. ده بيأثر بشكل سلبي على إفراز مادة الميلانين في الجسم، اللي بعديها بينتج عنها تساقط في الشعر، فبتقل الكتلة السوداء في مقابل زيادة الكتلة البيضاء أو الشعر الأبيض. النقطة الثانية هي الهرمونات. أي خلل في إفراز الهرمونات في جسمنا بينتج عنه إفراز أقل لمادة الميلانين. أما النقطة الثالثة، ودي حاجة إحنا بنعملها كل يوم، هي إن إحنا بناكل. بس هي الفكرة إحنا بناكل إيه؟ إذا أكلنا أكل صحي ده هيساعد على استمرار إفراز مادة الميلانين في جسمنا بشكل طبيعي، لكن إذا أكلنا كان غير صحي ده اللي هيقلل إفرازها وهيساعد أكتر على ظهور الشعر الأبيض بدري. راقبوا نفسكم في البدري، وإذا حسيتوا إن في أي خلل في نظام حياتكم صححوه، وبكده تقدروا تسيطروا على انتشار الشعر الأبيض قبل أوانه. أشوفكم في حلقة جديدة من سبوتس.